الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إذا بتريد بدي آخذ شوي من وقتك. بعدي يا أختي بعدي، إذا تركينا بتريد يا لحالنا. أستاذ. انت ما عم لو تسمعي سمحتي يعني ماني خلص لو بقى. سمحت اذا أستاذ. بتريدي حاج بدي حكي تصريح واحد بس جاوبني ما على بدي السؤال. ازعجك، تركينا لحالنا بدي لو أسألك سمحتي. سؤال خلص صغير. بقى يا لو أختي. سمحتي عم اقول لك إذا انا بتريد مشغول. يا أستاذ. لو سمحت بس جاوبني رجاء على مشاكلنا السؤال. معباية راسنا. كيف وضعه روحي من لعلي هون. شير؟ يلا عندك شي معلومات عن الحادثة؟ أنت بتقرب علي شير وهيك؟ خلص بنتي خلص. أستاذ عرفتوا مين المجرمين شي؟ طيب بنحكي بعدين. بس بدي معلومات. تركينا بحالنا يا اختي لو سمحتي. سمحتوا. عم نقول لك روحي من هون. يلا هالشغلة يا بس أختي، بدي تعي. تجاوبني. لحظة يلا بس خلصين صورة. يلا يلا بسرعة. امشي. ما في داعي للمشاكل. ماشي، إذا لا بتريدي تدفش. لا إله إلا الله. طلعي بس لبرا بدي لو كم صورة سمحتي. لو سمحت. لبرا رجاء، أنا بحاكيكي. طيب يلا ماشية، يا لا أنسة تدفش. يا أنسة رجاء. تركني خلص ماشية. روحي ليتني اتكلي صرت على الله. برا. مني يا مهران اغا. لحد هلا ما في شيء منيح ابراهيم. بس الدكاترة أعطونا شوية أمل مشان عرفات. وعلي شير وسوزان املنا بالله كبير. سمعت شيء عن هارون باسطنبول؟ حاكيته، قال لي جاي على الطريق. صحيح قالوا لي إنه أنت حكيت زيادة على التليفون. طيب ليش لهلا ما إجا؟ لا تاكل هم، اكيد رح يجي. يلا بشوفك بعدين جعفر اغا. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح مرحبا. أهلين، تفضلوا. مرحبا، كيفك؟ أهلين فيك. بتحبوا تشربوا شي؟ أنا بدي قهوة. وأنا كمان. تمام. اسمعوا يا جماعة، أنا بعتت وراكم اليوم لحاكيكم كلمتين. ما فينا نتخيل أنقرة من دون شكور، لأن البلد بدونه ما بتسوى شي بنوبه. يلي بيوثق في شكور نحن بنوثق فيه، وأكيد كل شي بيحكيه هو لازم الكل ينفذ حكيه ويسمع كلامه وما يعارضوه بأي حرف لو شو ما صار. وإذا في حدا لازم يحكم بهي البلد فهو شكور، لأن مستحيل نلاقي شخص نوثق فيه بهي البلد. أخي محمود، يمكن لأنك عايش بمنطقة معزولة بالريف ما بتعرف هالشي، بس إذا أنت حابب تكون معنا عن جد لازم يكون قلبك ميت وما تحس بالشفقة على حدا، حتى لو بده يصير برقبتنا دم لنوصل لهالشي. لازم نكون قوايا. ليك أنا صح قاعد هلأ معكم مع شكور، بس لهلأ أنا ما بعرف شي عنك، حتى شكور ما حكى لي عنك أبدا. طول بالك أخي محمود، يعني الدنيا أخذ وعطا. تفضل يا معلم. فيك تروح. خلينا نفوت بالموضوع فوراً. شوفوا يا جماعة، مرشحين البرلمان من كل المناطق بكرة رح يكونوا موجودين باجتماعنا. لهيك أنت رح تكون المرشح يا شكور، لأن نحن ما بنوثق بحدا غيرك. بس يا زعيم، بدي اقول لك شغله، شو رايك يكون محمود اغا مرشح عن منطقتنا مو انا؟ أنا بحياتي ما فكرت بالسياسة بالمرة، لهيك خلوني بعيد عنها. بدكن شي غيره؟ شكرا. الو. العفو. تمام تمام، أنا جاي. لازم امشي. بشوفكم بكرة بالاجتماع وبنحكي.
شو شكور؟ انت شكلك رح تكون بأعلى مكان. يعني في حدا ممكن يخدم هالبلد أحسن مني؟ أنا هدفي إنه أكون رئيس هالحزب وبس. أصلا هيك الكل بصير معك. لك اسمع مني وخلي السياسة تسيطر، لأنه فيها كل شي بينحل. لا تدخلني بالقصة. ألو شكور اغا، في خبر مو منيح. ولا عبد الله، إذا بتعطيني أخبار تنزع مرائي رح أقتلك فورا. شو بدي اعمل؟ لك زيادة وصعده. شو عم تقول يا عبد الله؟ كيف وضعه؟ اخذينه على المشفى هلا بسيارة الاسعاف، وسليمان انقرة والمحامية ريحان تصوبوا كمان. سليمان انقرة عطاك عمره، بس ريحان بالاسعاف. وحتى وضع سعده مو منيح ابدا يا اخا، بين الحياة والموت. اغا رد، انت معي؟ شكور، شوفي شكور، جيبوا لنا عطر إذا بتريدوا. ألو عبد الله، رح نطلع بأول طيارة. ماشي. طه وقف. طه شوفي يا زينو شو صاير معك؟ طه استنى، وقف نزلني. يلا إمامنا وقف يا نزل. طه. يا لطيف. شو في زينو؟ لك قوصوا سوزان وعلي شير طيب وينهم هلا؟ احكي. أخذوهم على المشفى. بالمشفى. يا الله، خلينا يلا نروح. يلا إمامنا يلا بسرعة. الله يتلطف فينا. بسرعة روحي زينو. السلام عليكم. كيفك مصطفى؟ وعليكم السلام، يا هلا وسهلا، تفضل. يوسف ومهران آغا هون؟ ما سمعت شو صار؟ لا والله. شو؟ والله تصاب علي شيرو قرايبينه. كيف وإمتى؟ اليوم بالكراج. وينهم هلا؟ الكل راحوا على مشفى توغوت. طيب كيف وضعهم؟ ما بعرف. ما رح يكون في عروس أحلى منك بكل ملاطية. الفستان حلو كتير، مو هيك أختي؟ ايه والله بجنن عليكي. ليش لسه ما حددوا موعد العرس؟ كل شي صار تمام. أهل ديريجان عندهم عاداتهم الخاصة. فينا نغير لك موديل الفستان. كنت عم بقول لزياد ماني مصدقة إمتى ألبس فستان العرس. حبيبتي أهم شي إنه عجبك الفستان ويجي على قياسك. إذا فيكي خيطي 5 فساتين مشان بس يصير دورنا. رح نلبس فساتين عرس كمان. ايه والله اختي معها حق بهالحكي. كأنكم مستعجلين على الزواج. شايفة شو عم بيحكوا؟ فيني أحكي تليفون من عندك؟ ايه أكيد، تفضل. الو جدي، أنا حيدر. والله في أخبار مو منيحة يا جدي. يا ربي، ما رح نخلص من المصايب والمشاكل. والله يا جدي قوصوا علي شير وقرايبينه اليوم بالكراجات. شو عم تحكي يا حيدر؟ وشو وضعهم هلا؟ علي شير وسوزان وعرفات بالعناية المشددة، وهن هلا بمشفى توغوت أوزال. تمام ماشي، ليكنا جايين. أنا رايح هلا يا جدي، شوفك هنيك. أخي مصطفى، ليك إذا أجا المعلم قل له إنه حيدر راح المشفى من شوي. تمام يا أخي. وين جوري يا بنتي؟ جوري فوق بالبيت. في شي صاير عمي جبرائيل؟ ايه والله قوصوا علي شيري اليوم بالكراجات. إن شاء الله ما تكون حالته صعبة كتير. ان شاء الله ما تكون هيك، هو بالعناية المشددة. انا رايح لعنده اليوم. صحيح نسيت خبركم، مو بس علي شيري اللي تقوص، وسوزان وعرفات وحالتهم خطرة. يا لا حرام حول والله ولا ما قوة إلا بيستاهلوا. بالله. الله إيه يعينه. والله. الله يصبر الله قلب يصبر أهاليهم. أهليهم. ايه والله يا حرام. لا حول ولا قوة إلا الله بالله. يعينه. بابا شو رأيك حلو؟ بابا جهزي حالك، بدنا نروح على المشفى.
ليش بدنا نروح على المشفى بابا؟ اللي زياد صار له شي يعني؟ لا بنتي، زياد مو صاير له شيء. احكي الحقيقة بابا، بترجاك قلي. لا تخبي عني بابا، احكي لي شو صاير مع زياد. قوصوا علي شير وسوزان وعرفات، يا حرام كلهم بالعناية المشددة. بترجاك احكي لي كل شي. هي كل شي بعرفه يا بنتي، بس نوصل منعرف. يلا جهزي حالك، تعالي. حياتها ما رح تنبسط. يا اختي ما عم تفهمي انت، خلص بقى يلا بعدي عنا. يلا يا بنت خلص روحي من هون، روحي من هون. تمام يلا خلص رايحة. تعالي. بس شوي إذا يلا بدي آخذ صورة. روحي اطلعي لبرا. خلص يا بنتي بس بدي آخذ صورة وحدة إذا تركينا بتريد. بنتي، خلصنا بقى. لو سمحت بس يلا حابة يلا. آخذ صورة. ما بعرف. يلا روحي. خلص. يلا إيه رايحة لبرا. خلص ما تدفش. يوسف ابراهيم طمني كيف وضعهم؟ والله يا عمي قالوا حضروا حالكم لأي وضع ممكن يصير. طيب ليش ما بنطلع لعندهم؟ يعني بلكي محتاجين دم. ما في داعي، هن بيعرفوا انه نحن هون. يا جماعة أنا بظن إنه إيلين لازم تجي مع النسوان، لأنه أول عن آخر راح يعرفوا. مو معقول نخبي خبر. يعني يا جماعة أنا برأيي تعرف خليني منا أحسن ما بس تعرف شوي من غيرها. بترجاك. شو بس رأيكم لحظة انتم؟ بدي آخذ صورة. امشي. امشي معي، خلينا نروح نشوف. يا الله شو هاد؟ لك انت حاج تعملي سمحت مشاكل. أستاذ. يلا امشي خلصيني من هون. رايحة يلا. رايحة. وأخيرا شفتك يا مهران. كيف وضع المرضى؟ وينه زياد؟ عندك معلومة كيف صار الحادث؟ ليك يلي تقوصوا قرايبين زياد، وزياد ما كان بالحادثة. نحكي بعدين بهالشي. مهران آغا، أنا بجيب أخبار صحيحة لجريدتنا، ليك أنت بتعرف منيح. يعني أنا مستحيل حط خبر ما صحيح عنا. يا أستاذ بنحكي بهالشي بعدين. تمام بس خلص عم سؤال، اقول لك بس بعدين. الأولاد والنسوان والله عم بيعانوا كتير بهالبلد. أول شي شوكت، وهلأ أخي عرفات. شي بيحط العقل بالكف. وضعه منيح، اجتاز مرحلة الخطر. ان شاء الله بيقوم بالسلامة. ما دام وضعه منيح أنا رايح. وانا رايح معه. خلينا نزيدهم شوي لو سمحتي. يلا تمام حاضر. تمام. شكلها حرارته بلشت تنزل. تمام. وضعه صار أحسن. دخلك عرفت شي عن زياد؟ أنا بتوقع هو قريب هون، بس مو قدران يفوت على المشفى. الشرطة والأمن هون قدام المشفى وعم يحققوا بكل شي. معقولي اللي قتل سعدو وريحان يكون زياد؟ ما بعرف. هو أصلاً كان عم يلاحق شكور من زمان. ولا تاكل هم زياد، ما بينخاف عليه. مهران بيك كنت عم دور عليك. شو الوضع؟ الأمر إلك. سوزان هلا أعطتك أمرها. نحن عملنا كل شيء بنقدر عليه، بس حالتها كانت بالأصل كتير خطيرة. والباقي؟ كتير صعب حدد أي شيء هلا. الله يجعل مسواها الجنة. نزل شوي شوي على مهلك. ايوه يلا بسرعة. بعده يا جماعة بعده شوي. يلا بسرعة. بعدوا لهم افتحوا طريق يا شباب.
ليكو اجا الواطي يا شباب. هذا هو. شو عليه؟ يا عيب الشو تعال هون تعال هون يا كلب. والله لك تعال هون. هذا عم يعمل مشاكل. اللي عم شو معك؟ يا كلب يا واطي انا برجيك يا كلب. تعال هون. عنه شرف ولا لا لا يا كلب يا واطي انا برجيك. والله ما رح ترك تحت يعرضك يا كلب. سولك الله يقويكم يا شباب. بدي ادعس على راسك حتى تطلع قدامي وين هاي. ولا تعمل مشاكل معنا. شو عم دعسوا عليه بعد تعملوا فيني يا قليل الشرف. يا قليل تعال هون. انا طلع روحك ما تطلع عليك عتبتي وانا عايش. انا مالي على فيك منا يا ابن الحرام. ناطرينك للصباح. فيك واحد رخيص يا عيب شو عمل رخيص. يستاهل. الله لا يوفقه. العمل شو طلع ابن حرام. خرب بيت. قالوا مرحبا استاذ انا اصلي. ليك استاذ انا رح اتاخر اليوم بعرض الاخبار لان اهل ديرجان عملوا مشكله. هجموا على رجال شكور من بينهم عبد الله وصارت مشكله كبيره بيناتهم. الامن تدخل وحلوا المشكله من شوي وهلا صار هدوء تام قدام المشفى. يلا بتصل فيك بعدين. ايه الله معك. مركز 48 250 حول. مركز 48 250 حول. طمني شو وضع هدول اللي كانوا بالمشفى؟ نحن أمنا الوضع وهلأ قاعدين عم ناخذ إفادات العالم. يعطيك العافية. إيه اللي وين كنا؟ أنا عبد الله أوغلو. بدي أقدم شكوى على زياد ديرجان وبأكد إنه هو المسؤول الوحيد عن كل الأحداث يلي صارت معنا اليوم بالمشفى. مثل ما عمل لك يا سيدي، إذا زياد بيقرب خطوة من المشفى والله بتلاقي العالم كلها ميتة، لأن هاد ما بيخاف الله بنوبه وحاطط الشر بعيونه. شايف كل شي صار برا وكل هالعالم اللي هجمت علينا، هدول كلهم محرضهم زياد. بترجاك يا سيدي والله راح يموتونا. تمام خلص عبد الله لا تخاف، هلأ منشوف شو فينا نعمل. الشرطة والأمن كلهم واقفين برا مشانكم. شو لسه بدك؟ عم نحاول نحافظ على أمنكم كلكم. تمام شكرا كتير، الله يحميكم. يلا أعطيه المحضر. وقع هون. يلا بسرعة. هون وقع. تفضل يا سيدي. تمام يلا خذ إفادة هاد كمان. احكي اللي عندك انت. والله يا سيدي اللي انا بدي احكيه سبقني عبد الله وحكاه. بدي اشتكي على زياد، عم يهاجمنا وهو اللي استفز العالم وحرضهم علينا كمان. هاد كله بسبب زياد. طيب سجل اللي قاله بسرعة ابني. انت بتعرف هالزلمة من قبل؟ لو سمحت اشرحوا لنا شو اللي صار. لو سمحتوا خلونا نعرف الموضوع من اوله. ليش هالاحداث هيك تكررت؟ يا جماعه لو سمحت لو سمحت اعطينا جواب منطقي. يا استاذ خبرنا قديش عدد الضحايا؟ كم واحد منصاب؟ مهران اغا رح يوضح كل شيء. لساتهم عايشين؟ والله خسرنا سوزان اخت زياد وعرفات بغيبوبة وحالة علي شير عم تتحسن. شو علاقة هالشي بعلاقة عشيرة بريتان وعشيرة ديرجان؟ لأنه نحن مثل الأهل. كم سنة قضيت بالسجن مع زياد؟ لا تتدخلوا بهالشغلات. طيب برأيك هالحدث سياسي ولا انتقام؟ ما بعرف. طيب شكور له علاقة بهالشي؟ كمان لو سمحت ما بعرف. لو سمحت اعطينا جواب. شو السبب يلي قضوته؟
لو سمحت بس كلمة واحدة يا جماعة شوفوا يعرفوا شيء تعرفوا لو سمحتوا تعالوا مخنا انت وياه خلاص يا لو سمحتي تعالوا بعد اذنك صورة عم نتواصل معك بعد هيك لو سمحتوا ما بنعرف معلش لو لو سمحتوا سمحت جوابك خلونا نمرق بعده إذا بتريدوا بعده هيك واحد من صوت افتحوا لنا طريق شو قصة العلاقة بين العشيرتين؟ معلش ردي علينا يا أستاذ جاوبنا لو سمحت مو معقول تروحوا هيك لو سمحت يا ريت تجاوبنا شو بتعرف عن الحادثة اللي صارت. ما بعرف شيء. فيك تعطينا شيء توضيح أستاذ؟ نحن عم نسمعك لو سمحت بس سؤال. بعرف يا حضرة العميد، خلص لا تاكل هم الموضوع. أنا اليوم رح أبعت 2 من رفقاتنا يروحوا لعندكم وهن بيحلوا الموضوع كله، لا تخاف. وإن شاء الله ما أضطر أجي أنا لعندكم. أهلين أستاذ. يا أختي أنا بدي أوف. ألو. إيه هي أنا. إيه أهلين فيك حضرة الرئيس. أكيد لا تاكل هم بنوب، رح حاول أقدم البرنامج أنا بنفسي. إيه أكيد. شكراً أستاذ. يا أختي يا ربي أنا تعبت من هالتليفون. هاي أصلي من مالاطيا، خير إن شاء الله. بس لحظة يا أختي. بس انتظري لحظة يا أختي. ليكي هيك كانوا كاتبين هون. خلص خود هالملخص وروح الجامعة. يلا رح تتأخر. طيب تمام. طولي بالك، قومي. الله يرحمها ويكون بها. آمين آمين. اي والله. آمين. الله يصبرهم. موضوع صعب. اي والله. مرحبا اختي ملكة، آسفة على الإزعاج بس ما قدرت ما اتصل. شوفي أصلي في كتير أحداث عم تصير هون، أنا ما رح أقدر أتصرف لحالي، يعني لازم تجي أنتي كمان. خلص شيلي ملاطيا من راسك يا أصلي. ولا أقول لك شغلة؟ بجوز بيكون أحسن إذا بطلع من اسطنبول شوي وبغير جو هونيك. قولي لي هلا شو صاير قصص عندكم؟ والله يا ملكة نحن هون بالمشفى والدنيا قايمة قاعدة هون ومشاكل كتير صايرة بين كل العشائر وحتى الشرطة هون، لأن قائد ديرجان علي شير تقوس هو وسوزان أخته لزياد وابنها عرفات. سوزان توفت وعرفات فات بغيبوبة، وكمان سعدو أوغلو أخوه للنائب السابق شكور أوغلو جابوه مصاب لهون وجنبه المحامية كمان متصاوبة. وصحيح نسيت قلك شغلة مهمة، عرفت إنه سليمان من أنقرة كان معه معلومات مهمة، لهيك أنتي لازم تجي لهون بسرعة. لحظة أصلي، اهدي وقفي شوي وعيدي من الأول، ما فهمت شي. اجيت عمي جعفر. يا ابني خلص بكفي، والله العظيم تقبلنا اللي صار فينا، يعني بكفينا كل هالقتلة اللي راحوا. يلا روحوا من هون وارجعوا على بيوتكم. يلا روحوا، خلص ما حدا رح يضل هون ابدا. خلص لا تخوفوا النسوان، اذا صار اي شيء رح يتصوا فيكم لحتى تجوا، وانا برايي ما لازم تزعجوا هيلين بكفيها اللي فيها. ايه يا جمال معك حق بهالحكي، يلي فينا مكفينا والله مو ناقصنا. هن بدهم ياخذوا لنا اراضينا قدام عيوننا، بس نحن ما لازم نسمح لهم. يا ابني خلص اتكلوا على الله وامشوا خلاص. امشوا. صبري اسمعني يا ابني، ما تخلي ولا واحد يضل هون، بعتهم كلهم. حاضر عمي جعفر، امشوا. الو، انت ملكة؟ ايه أنا أستاذ. كنت بدي اتصل فيكي. سمعتي باللي صار بملاطيا؟ ايه هلأ حكيت معهم، كنت بدي أطلب إذن لحتى روح على ملاطيا. ايه طبعا،
أنا عم عينك تروحي تشوفي الأحداث بملاطيا بذات نفسك. حجزت لك برحلة الليل، وأنقرة لها علاقة بهالموضوع. بدي أخبار دقيقة كتير. يعطيك العافية. شكراً إلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاد زياد آغا. اهدى شوي، لا تخلي حدا ينتبه. إبراهيم، أنا رايح خبر مهران. مهران، زياد آغا هون. وينه؟ كان واقف على السطح. لحظة، لوين رايح يونس؟ أنا هون. اعملوا حالكم طالعين بالسيارة ولا تطلعوا. لك المشفى كلها محاصرة بالشرطة والأمن. ليش اجيت؟ هلأ بشوفوك. كيف الوضع هنيك؟ طمني. ليك أنا رايح خبرها لجوري. ماشي؟ ماشي. يلا خلص امشي اتركني يا قدامي، أخي. امشي ليش هيك عم لشوف. تعمل؟ اتركني. يلا نبر قدامي. عم قال لك امشي. ليش عم يلا. يعملوا هيك؟ بلا صوتها. شفتوا يا أخي؟ شو هالقصة هي؟ شي بجنن. قومي معي شوي. شوفي جوري زياد هون. لا تخلي حدا يعرف. ليرجعوا ورا هناك. المشفى. لوين رايحين هدول؟ ما بعرف والله. امشوا. أخي سوزان عطتك عمرها، وعرفات فات بغيبوبة بين الحياة والموت، وعلي شير حالته ما بنعرف شي عنها. عم تسمعني زياد؟ سامعك. شو بدك يعني أعمل؟ ما بعرف. والله الوضع ما بيطمن أبداً. طول بالك زياد، طول بالك يا أخي. بس قلنا شو لازم نعمل هلأ. انت بتعرف نحن قديش عانينا. أنا انحرق بيتي، وانقتلوا اخواتي قدام عيوني كمان، وحتى قتلوا اولادهم يا اخي. حتى انت كمان رح تستسلم؟ قوي حالك زياد،
أخي زياد، أنا بظن إنه شكور ما دخلوا بهالموضوع بنوب. هاي لعبة، لو بدهم يانا كانوا قوصونا أنا وإنت، مو هيك؟ خططهم هلأ مختلفة. اسمعني منيح، خلينا نفكر شو رح نعمل هلأ. الموضوع زاد عن حده وما راح أسكت. خبروني مين تصاوب من الجهة الثانية. ساعدوا المحامية بالعناية المشددة بالبناء الثاني، وفي أمن من شان ما يصير مشاكل. ماني متأكد إذا شكور رح يجي بكرة، لسه ماننا متأكدين، ورجالنا ضربوه كتير لعبد الله. ايه صحيح، عبد الله راح قدم شكوى ضدك كمان. الأمن جاي، لازم نروح يا زياد. نحن ما جبنا حدا من النسوان لهون، بس جوري اجت مع أبوها. خلص لا تخبروهم إني هون. وينو زياد؟ أنت غلطانة، زياد ما هون. نحن فكرناه إجا بس غلطنا. أخي قل لي الحقيقة. طولي بالك يا أختي، عم يقول الحقيقة. هذا كله بسببك، ايمت بدك تتعلم؟ يلا روح زبط القصة. زياد؟ 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 زياد؟
خلص يا أخي حاج تشخر. تفضل. يسلموا يا ابني. تفضل مي. تفضل. شكرا يعطيك العافية. تفضلي. تفضل. شكرا إلك. شكرا. لسه ما وصلنا على دير جان؟ يلا رح نوصل نص ساعة. يا جماعة الدكتور راح يقلنا شو صار، قوموا لحتى نسمعه. يا جماعة الله يصبركم. بدي أقول لكم إنه كل شيء منيح، لا تاكلوا هم، وتجمعكم الشهم أثر فينا كلنا. يلي صار معكم ما إنه سهل عليكم، الله يرحمها لسوزان. والحمد لله عملية علي شير نجحت. الحمد لله. بس بظن لسه بكير لنقول إنه راح الخطر عنه، لساته تحت المراقبة هلأ. دكتور طمني شو وضع عرفات؟ عملية عرفات ما نجحت للأسف، وضعه خطير بين الحياة والموت. بس هلأ هو عايش على الأدوية، انتوا بس ادعوا له، والله يصبركم مرة تانية يا شباب. شكرا دكتور. العفو. زياد، والله نحن دورنا عليك كتير يا أخي. أنا عرفت بيا اللي صار معكم امبارح، وهالشي بحط العقل بالكف. بس لا تاكل هم بنوب يا أخي، أنا جنبك. بعرف هالشي مو سهل عليك أبداً، بس كمان أنت لازم تكون أقوى من هيك زياد. أنا هلأ جاي لعندك لحتى وقف حدك ومعك. هالوجع وهالموت مو جديد علينا، نحن متعودين عليه، وكمان دقنا من هذا الوجع كتير. عذبنا ويتم ولادنا ورمل نسواننا، لهيك ما لازم نسكت لهم، ورح نفرجيهم ونكون ايد وحده ان شاء الله ضد كل حدا بيقرب صوبنا. انت ضحيت كتير وما قصرت، بس هلأ صار دوري. بوعدك اخذ لك بتار اختك يا اخي زياد، الله يرحمها لسوزان، كلنا على هالطريق. طول بالك يا رغيد، اصلا بعد كل هالوقت اللي مرق ما فيني اتركك تخاطر بحياتك، لأنه هي معركتي أنا، وهي حربي أنا لحالي. أختي سوزان ماتت، وابن أختي دخل بغيبوبة، لازم يموتوا، بس أنا رح أقتلهم بإيدي. زياد، لك تخيل ما فيني روح على جنازة أختي. أصلا أنا بريء من كل شي يا رغيد، والله مو طالع بإيدي أعمل شي. لك جاوبني، حياتنا إلها معنى بعد كل شي صار؟ أنا زياد يا أخي، من هون ورايح ما حخليك تخاطر. أنا زياد. زياد، زياد، بعرف إنه طريقك دخاني، حتى إذا ما بدك ما رح أتركك لحالك، وما رح خليك لحالك بهالطريق، رح أمشي معك بكل خطوة. ليك إذا في حدا منا رح يموت، التاني لازم يعيش. عم تسمعني يا زياد؟ تذكر هالشي.
لو سمحت لا تنساني، أنا بدي أنزل عند عشيرة ديريجان. انت ضيفتنا اليوم يا أنسة، أهلا وسهلا فيكي. كيف بدي أنساكي؟ ارتاحي بمقعدك، بس نوصل رح نزلك عند ديريجان. تمام، شكراً. دخلك مين هي؟ أنسة ديريجان جديدة، في عندها موعد هنيك، بس نوصل رح نزلها عند ديريجان. تفضلي. هاي هي من هون الضيعة ورا التلة. كنت حابب اجي معك بس والله عندي شغل كتير. إذا بدك تروحي على بيت الحاج علي اسألي هنيك بدلوكي. شكراً مرة تانية، عذبتك معي. تكرمي. سلام. الله معك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.